السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض طاجن السعاده او طاجن النوتيلا زي ما بيسموه، اللي مجنن كل ولادنا وبيشتروه غالي جدا من الكافيهات. هنعمله مع بعض باقل التكاليف، وبجد طعمه رهيب جدا. ان شاء الله هعمله معاكم بطريقه سهله وبسيطه جدا، وان شاء الله هيعجبكم قوي. ما تنسيش بقى لو عجبك الفيديو تعملي لايك، ولو لسه ما اشتركتيش اشتركي حالا في القناة وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد، وسيبيلي تعليق او كومنت تشجيع ليا. ودلوقتي يلا بينا نشوف المقادير. بس الاول نبدأ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، ولا حول ولا قوة الا بالله. اول حاجة هنعملها مع بعض صوص التوفي او صوص الكراميل اللي احنا هنستخدمه مع بعض في الوصفة. انا هعمل كوبايه ونص من السكر. انا بحب اعمل كميه كبيره واشيلها عندي في الفريزر عشان لما اجي استعمل اي وصفه تبقى موجوده عندي جاهزه. انتي تقدري تعملي نص الكميه او ربعها كمان. في الاول كده هنسيبه على نار عاليه شويه، بس نخلي بالنا ان هو ما يتحرقش من الجناب، واقلب فيه باستمرار. كل ما الاقي جنب كده اتكرمل اقلب فيه لحد ما يبقى ما يكون له سيح معايا كده ويتكرمل ويبقى تمام. انا مش هجري الفيديو خالص، انا هسيبه هسرعه بس عشان تشوفي معايا كل خطواته. ودلوقتي انا حطيت كوبايه ميه مغليه. يفضل تحطيها مغليه، ما تحطيهاش بارده. مغليه هتخليه يتفكك معاكي بسرعه. وما يتكتلش قوي، يعني هيتكتل بسيط منك بس هيفك معاكي بسرعه. بالمعلقه كده بقى وتحاولي تطلعي اللي بيبقى لازق في الطاسه بتاعتك. من وقت للتاني تقلبي كده وتفككيه معاكي. تمام، هو تقريبا كده اتفك كل السكر. هنبدأ بقى نحط عليه اللبن. انا هحط كوبايتين لبن. كل كوباية متدوب فيها معلقة كبيرة من النشا، عشان يتقل معانا كده ويبقى حلو قوي. ادي اول كوباية، هحط كوباية كمان. تمام كده، هنفضل نقلب بقى ونسيبه على النار شوية لحد ما يتقل. امشوا معايا على الخطوات هيطلع معاكم مظبوط قوي. في ناس كتير مش بتعرف تعمله. انا حبيت اسيب لكم الفيديو كده عشان تمشوا معايا على الخطوات مظبوطه. هنسيبه بقى هو كده، هو سايب شويه. احنا هنسيبه كده لحد ما نلاقيه كده تكتك وتقل معايا الصوص. وفي الاخر خالص هحط معلقتين كبار من الزبده. الزبده واللبن بيدوله طعم غني. بصوا كده القوام بتاعه اختلف ازاي، هو تقل تمام، حلو قوي كده. المهم ما تزوديش كميه النشا عن اللي انا قلتلك عليها. كل كوبايه لبن تحطي عليها معلقه واحده بس من النشا. من المعلقة الصغيرة، مش المعلقة الكبيرة، لا بالمعلقة الصغيرة بتاعة السكر. هنسيبه بقى كده لحد ما يتكتك شوية، يعني لمدة دقيقتين بس، وهيبقى جاهز معاكي. هفضيه في برطمان وهسيبه يبرد. وتحطيه وحطه في التلاجة، هتبصي تلاقي قوامه تقيل معاكي. هو انا كده لسه محطتوش في التلاجة. هو يا دوبك بس هدي. بصوا قوامه تحفة جدا، وطعمه طبعا غني جدا عشان اللبن والزبدة اللي احنا حطيناه. دلوقتي بقى هنبدأ نعمل الكيكة. هنحتاج بيضتين بدرجة حرارة المطبخ، وعليها كوباية سكر حبيبات، ومعلقة فانيليا، ومعلقة خل. الخل عشان زفرة البيض، وكمان بيخلي الكيكة هشة معايا. هعملها معاكم بالمضرب العادي، مش مضرب كهرباء ولا حاجة. هتطلع جميلة جدا، وممكن كمان تستعملي الشوكة لو مش عندك مضرب. هنقلبها بس كويس كده لحد ما نحس ان السكر داب شوية. تمام كده، هحط بقى حوالي معلقتين زيت وهقلبها كويس قوي. ودلوقتي هحط كوباية من الحليب برضو بدرجة حرارة المطبخ، وهقلب كده كويس قوي. ودلوقتي هبدأ احط الدقيق. انا هستخدم كوباية ونص بس من الدقيق. طبعا الدقيق لازم يكون منخول كويس، وعليه رشة من الملح. هحط عليه معلقة كبيرة من البيكنج باودر. المعلقة دي بتعادل نص معلقة، فهحط معلقة اتنين كده، بس هي بتعادل معلقة كبيرة من البيكنج باودر. وعليها 3 معالق كبيرة هرمية من الكاكاو. ومعلقتين من النشا.
هننخلهم كده مع بعض كويس قوي. وطبعا الكاكاو لازم يتنخل عشان بيبقى فيه كتل كده. وهحط عليها معلقة من النسكافيه، ممكن تستغني عنها، بس النسكافيه بيعزز ليا طعم الشوكولاتة وبيدي الكيكة تيست عالي قوي. بيخلي طعمها تحفة جدا، وبيخلي الشوكولاتة طعمها باين كده ولذيذ قوي. هنقلبها بقى كده كويس قوي. وفي الاخر خالص هحط نص كوباية من المية المغلية. ما تخافيش من المية المغلية، هي بتدي كيكة طعم حلو قوي وبتخلي تستها عالي. شايفين الدخان عامل ازاي؟ لازم تكون المية مغلية كده. هنجيب بقى اكبر صينية عندك عشان احنا عايزين الكيكة رقيقة شوية. دي صينية مقاس 38. دهنتها دهنة حلوة كده من الزيت، ممكن تدهني زبدة اللي انت حباه. هفضي فيها كده بقى الكيكة. شايفين قوام الكيكة مش تقيل، يعني القوام خفيف شوية. هتطلع معاكي هشة وطرية وحلوة قوي. هندخلها بقى فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 180. هتقعد بالظبط تلت ساعة. ودلوقتي انا هسيبها تبرد خالص وهبدأ اشتغل فيها. قطعيها بقى بأي شكل انت عاوزاه. ممكن تقطعي حلقات كده، وممكن تقطعيها مربعات، اي شكل انت عاوزاه قطعي. كده كده هتترص في الطاجن وهيتحط عليها الكريمة والنوتيلا، وكل ده هيتدرى في الاخر. تمام. انا قطعها حلقات بس كده عشان ايه تسهل عليا. عندي بقى الطواجن دي. ممكن تحطيها في اي حاجة عندك، مش شرط طواجن فخار، اي حاجة عندك ممكن تحطيها فيها. هشيل كده الطبقات بتاعة الكيك. هجهزها عندي عشان تبقى سهلة عليا استخدامها. والقطعة دي طبعا مش هتترمي، دي هتتقطع كده وهتتحط في الطواجن برضو. شايفين انا حطيتها كده في الطاجن، رصيتها. القطعة دي بقى اي فراغ عندك كده في الطاجن بتحطيه. بتملي بيه الطاجن، يعني بتملي بيه الطاجن كيكة. عشان ايه؟ عشان تعرفي تحطي عليه الكريمة وبقية الصوصات اللي انت عايزة تحطيها. تمام. انا كده خلصت كل الكمية. ما شاء الله، الصينية دي عملت لي 12 طاجن. شايفين انا في طواجن اتملت عندي، فاضطريت ان انا افضيها في حاجة تانية كده. وكانت مليانة كريمة بقى، وكان طعمها تحفة جدا. و... وفي طواجن برضو سبتها مليانة. انا مش بحب الطاجن يبقى مليان كريمة قوي، فحبيته يبقى خفيف كده. ودلوقتي هنعمل صوص التشريب. دي معلقة نسكافيه ومعلقة كاكاو وعليها حليب ومعلقة من صوص النوتيلا. بيديها تيست عالي قوي. هنسقي بيه بقى كده الكيكة عشان تبقى طرية معانا وهشة بالشكل ده. هسقي كل الكمية وهنبدأ نعمل الكريمة. انا معايا كوباية الا ربع من كريم جانتيه خام، وعليها كوباية الا ربع مية متلجة. الكريمة قد المية، وهنخلط كده كويس قوي. انا حطيت رشة فانيليا. هنخلط فيها كويس قوي كده، ولما نخلص لو احتاجت مية تاني بحط، ما احتاجتش كده تمام. والطاجن النوتيلا بيفضل ان الكريمة تكون خفيفة شوية، ما تكونش تقيلة قوي. تمام. هنضرب فيه كده حوالي 4 دقايق. هو كده بقى جاهز، بس تقل معايا قوي، انا لقيته تقيل كده وسميك، فحطيت له كده نص كوباية كمان من المية. كده تمام. بقى جاهز معايا. هنبدأ بقى ان احنا نشكل الطاجن بتاعنا. هنحط كده عليه الكريمة الاول. التشكيل ده بقى بتاعك انت، يعني تقدري تحطي اللي انت عايزاه. تقدري تحطي كريمة، تقدري تحطي نوتيلا بس. تقدري تحطي صوص التوفي اللي احنا عملناه مع بعض. اي حاجة انت عايزة تحطيها حطيها. تمام كده. خلص كل الكمية. ودلوقتي هبدأ احط عليها النوتيلا. اي نوع نوتيلا تفضليه، انا بستعمل نوتيلا متحدة. طعمها حلو ولذيذة قوي. ممكن بقى بدل صوص النوتيلا ده تحطي صوص شوكولاتة، وممكن تحطي صوص كراميل على طول.
اللي انت عايزاه، يعني اي حاجه انت حابه تحطيها حطيها. لو عندك بقى دولسي ديليتشي ممكن تحطي، ولو عندك شوكولاته مبشوره كده مسيحاها في شويه لبن ممكن تحطيها برضو، بتبقى حلوه قوي. اي حاجه متوفره عندك حطيها. تمام بالشكل ده. هخلص بقى كل الكميه ونشوف هنعمل ايه تاني. طبعا ولادنا بيحبوا قوي طاجن النوتيلا ده. هو فعلا طاجن السعاده، فعلا لما الواحد بعد ما بياكله كده بيحس ان هو مبسوط شويه. بتحس ان هو عمل دماغ نوتيلا. كده خلصت كل الكميه بتاعتي. هحط عليها بقى كده صوص الكراميل اللي احنا عملناه. التزيين ده بقى بتاعك انتي، ممكن تتقدم كده، وممكن تحطي عليه مكسرات، ولو عندك قطع شوكولاته ممكن تحطي عليه. اي حاجه متوفره حطيها عليه. تمام. وعندي دي باقي كده عندي من الكريمه، حطيتها كده في كيس، وهنبدا كده نحطها برضو عليها بالشكل ده. طبعا الطاجن ده ينفع قوي لو حد عاوز يعمل مشروع، ممكن يعمله، وبيعمل سعر حلو قوي. يعني انا ولادي بيجيبوا الطاجن ده من تحت ب65 جنيه. انتي مثلا لو عملتيه ب35 ب40 حلو قوي، يعني هو مش مكلفناش كتير قوي. ممكن تعمليه انتي وتعملي بيه مشروع. هيكسب معاكي كويس قوي. كده جبت خلة خشب وعملت بقى كده رايح جاي، بيدي منظر حلو قوي للطاجن. وفي الاخر خالص كده انا عندي اوريو، هحطه كده على الوش. ممكن تحطي شوكولاته كندر، ممكن اي شوكولاته عندك ممكن تحطيها في النص كده، وممكن يتقدم كده بس هو كده شكله رهيب جدا. بصوا حطيت كده عليه اوريو في النص كده، مدي شكل حلو قوي. تمام. كده خلصت الكميه بتاعتي. ما شاء الله شكله تحفه جدا جدا، ولا افخم كافيهات صراحه. شكله وطعمه رهيب بزياده، غرقان كده في الشوكولاته، وطعمه بجد رهيب. يا ريت بجد تجربيه، اولادك هيفرحوا بيه قوي قوي. شكله اساسا شيك قوي كده. والكيكه كده غرقانه في الشوكولاته والكريمه، طعمها بجد بجد رهيب. والنوتيلا كمان على الوش كده مديها تيست عالي قوي. بجد اتمنى ان انت تجربيه. ما شاء الله. غرقان كده في الصوص، والكيكه طريه قوي. وطعمها غالي جدا. اتمنى بجد انكم تجربوها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.